ما سبب العداوة بين المغرب والجزائر؟ سبب العداوة بين المغرب والجزائر هو حرب الرمال، وصراع مسلح وحرب اندلعت بين المغرب والجزائر في أكتوبر في عام 1963 بسبب مشاكل حدودية بعد عام تقريبا من استقلال الجزائر وعدة شهور من المناوشات على الحدود بين البلدين. اندلعت حرب مفتوحة في ضواحي منطقة تندوف وحاسي البيضاء، ثم انتشرت إلى كيك المغربية واستمرت لأيام معدودة. توقفت المعارك في 5 نوفمبر حيث انتهت بوساطة الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية. قامت المنظمة الإفريقية بإرسال اتفاقية لوقف نهائي لإطلاق النار في 20 فبراير 1964 في مدينة باماكو عاصمة دولة مالي. اندلعت بعد زيارة ملك المغرب للجزائر بشكل مفاجئ حرب إعلامية بين البلدين، حيث صرحت الجزائر أن المغرب لديه أطماع توسعية في المنطقة، فيما رأى المغرب في الاتهامات الجزائرية المدعومة إعلاميا من طرف مصر جمال عبد الناصر التي تبحث عن امتداد لها في المنطقة المغرب العربي.